السلام عليكم، اهلا بيكم. انا عبير ودي قناتي لو اول مرة تشوفوني. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حمص الشام او الحلبسة، الراعي الرسمي للدفا في الشتاء. مفيش غيرها تدفي القلب في الجو اللي احنا فيه ده. هنعمله في البيت بكل سهولة وبالاضافات اللي عليه وكل الاسرار اللي تخليه يطلع معاكي زي عربيات الشارع بالظبط ويمكن احسن. تابعي الفيديو للاخر علشان تشوفي كل الخطوات. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بس قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله. في البداية معايا نص كيلو من حمص الشام، سواء البلد الصغير او الكبير. غسلته كويس جدا ونقعته 24 ساعة وغيرت عليه المية مرتين. ممكن تنقعيه وقت اقل، هتحطي عليه مية سخنة بتغلي لغاية ما يتضاعف حجمه ويتكسر معاكي بكل سهولة. غسلته بعد النقع ودلوقتي هحطه في حلة واضيف عليه مية بتغلي، واضيف عليه مية زيادة علشان هيقعد وقت على النار، وهرفعه على النار لغاية ما يغلي. وكل لما يتجمع ريم او فوم هشيله وهدي عليه النار واغطيه واسيبه يستوي على نار هادية 3/4 تسوية، وبعدين نرجع له تاني. وفي الوقت ده معايا 3 حبات كبيرة من الطماطم وبصلاية متوسطة و3 فصوص من الثوم قطعتهم، وهحطهم في الخلاط واضيف عليهم حوالي ربع كوباية من المية وهضربهم في الخلاط. بعد ما ضربتهم في الخلاط صفيتهم من القشر والبذر، لو حابة تضيفيهم زي ما هم من غير ما تصفيهم زي ما تحبي. وهضيفهم على الحمص بعد ما استوى 3/4 سوا، وهضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم علشان الطماطم ما كانتش لونها أحمر قوي، وهضيف معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من بودرة مرقة الدجاج اختياري بس بتفرق في الطعم، ومعلقتين صغيرين من الملح ممكن يزيد أو يقل على حسب حجم المعلقة بتاعتك، ومعلقة صغيرة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم. وهقلب الكلام ده كله مع بعض واغطيه واسيبه على نار هاديه يغلوا مع بعض ويكمل تسويه. رجعنا له تاني بعد ما استوى. هعرف ازاي ان الحمص استوى وكده جاهز معايا؟ باخد منه بالمعلقه وبضغط عليه بلاقيه مستوي زي الزبدة. في الوقت ده هطفي عليه النار. اخد وقت تسوية على نار هادية 1 ساعة وربع، وعلى حسب الحمص بتاعك ممكن الوقت يزيد او يقل. وكل لما المية تقل ويحتاج مية هتزوديه مية سخنة بتغلي، ما ينفعش تزوديه مية باردة. ودلوقتي هنحضر الشطة والدقة اللي زي على عربية حمص الشام. هضيف معلقة كبيرة من الشطة ممكن تزيد او تقل على حسب رغبتك، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وعصير ليمونة كبيرة ممكن تزودي كمية الليمون زي ما تحبي. وهاخد من مية الحمص وهي لسه بتغلي واضيفها على الشطة علشان الشطة تستوي فيها. هقلبهم مع بعض وازود شوية مية سخنة، وازود حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح علشان اظبط الطعم، واقلب الكلام ده كله مع بعض واغطيها واسيبها على جنب. وتعالوا نحضر الدقة. هضيف معلقة صغيرة من الكمون وفص من الثوم المهروس وعصير ليمونة كبيرة، ممكن تزودي كمية الليمون وممكن تضيفي خل زي ما تحبي، وربع معلقة صغيرة من الملح علشان اظبط الطعم. وهاخد من مية الحمص واضيفها عليهم، وهزود شوية من المية السخنة واقلب الكلام ده كله مع بعض واغطيها، وكده الدقة جاهزة معايا. ودلوقتي تعالوا نغرف الحمص في الكوبايات بتاعتنا ونقدمه سخن في الجو البرد اللي احنا فيه ده. ايه رأيكم في شكل الحمص بتاعنا؟ شكله تحفة جدا. هنضيف عليه من الشطة والدقة اللي حضرناها وبنقلبه ونسمي الله وندوق. اتفضلوا معايا. بسم الله. والله حرفيا طعمه تحفة جدا. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم، ومتأكدة هيعجبكم بإذن الله. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. هستنى كومنتاتكم اللي بتسعدني دايما، وما تنسيش لو عجبتك وصفتنا النهاردة تعملي لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.